فين كاينين الهميزات الحقيقية في المغرب في 2026؟ واش باقي الوقت باش تشري وتستثمر ولا القطار فاتك؟ دير في بالك هاد الحقيقة اللي كيعرفوها غير المحترفين. كاع الناس اللي داروا ثروات من العقار في المغرب ما شراوش ملي كانت الدنيا شاعلة والثمن في السماء، شراو ملي كانت الهمزة مخبية في البلايص اللي ما كيشوف فيهم حد. واليوم والعد العكسي لكأس العالم بدا، والفرص اللي كاينة دابا غدا غتولي أحلام مستحيلة. السلام عليكم، أنا بدر كريم وهذا برنامج إيموفيت إنسايد تولك. نبداو بالخريطة ديالنا من الشمال، وبالضبط طنجة. طنجة ما بقاتش غير مدينة ديال البحر، ولات قطب صناعي عالمي بامتياز. الهمزة دابا كاينة في مناطق التوسع بحال قزناية والضواحي اللي غادية جهة الميناء المتوسطي ومدينة طنجة تيك. تما الأرض باقا كتشد الثمن، والكرا مطلوب بزاف بسبب الشركات الدولية واليد العاملة. إلا لقيتي شقة تما بثمن معقول، غير توكل على الله وما تغضضش، لأن العائد على الاستثمار تما كيتعتبر من الأفضل في المغرب. ومن الشمال نهبطوا للجوهرة المخفية في 2026، مدينة القنيطرة. هاد المدينة تحولت للمتنفس الحقيقي ديال كازا والرباط. بفضل القطار فائق السرعة والمصانع الكبرى، القنيطرة ولات هي الخيار الأول للشباب المهنيين. الاستثمار في السكن المتوسط في القنيطرة، خصوصا في المناطق القريبة من محطة التي جي في، كيتسمى استثمار ذكي، لأن الطلب على الكرا تما فات العرض بمرات كتيرة، والمستقبل ديالها واعد جدا. أما بخصوص مراكش وأكادير، هاد جوج مدن هما الواجهة ديال المونديال. ولكن رد بالك، الهمزة ماشي في وسط المدينة القديمة ولا في قليز اللي الثمن فيها طار. الهمزة كاينة في التوسعات الجديدة والطرق اللي غادية جهة الملاعب والمناطق السياحية اللي عاد كتحل. تما فين كاين الربح في إعادة البيع من هنا العامين. العقار السياحي والإير بي ان بي في هذه المناطق هو اللي كيدخل الصرف الصحي دابا. ولكن خاصني نحذركم من واحد الفخ كبير، ماشي أي دار رخيصة راها همزة. في 2026 القيمة ديال العقار ولات مرتبطة بالبنية التحتية والتحول الرقمي. يعني الدار اللي قريبة من الترامواي أو في منطقة غيدوز منها مشروع سياحي جديد أو قريبة من المرافق الكبرى هي اللي كتسمى همزة حقيقية وغادي تضاعف ثمنها. قبل ما تحط ريالك قلب على المخطط المداري ديال المدينة، شوف فين غادي يبنيو الطرق الجديدة وفين غادي يديروا المشاريع الكبرى. العقار في المغرب كيبغي النفس الطويل والشمان ديال الهمزة قبل ما توصل ليها الطريق. وتذكروا ديما، الحجر ما كياكل ما كيشرب، ولكن نهار كينطق بالذهب. إلا بغيتوني ندير لكم فيديو مفصل على كل مدينة بوحدها ونعطيكم حتى الأثمنة التقريبية ديال المتر في كل حي، خليوا لي اسم المدينة اللي مهتمين بها في التعاليق. وما تنساش دير جيم وبارطاجي الفيديو مع العائلة باش الكل يستافد. تبارك الله عليكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي.